نشرت مغنية البوب المحبوبة ياشيم سالكم صور ابنتها التي بلغ عمرها شهرين ووزعتها على وسائل الإعلام. لم تظهر الفنانة ياشيم سالكم بعد الولادة في أي مكان عام، ولكن الفنانة لبت دعوة أحد محطات الراديو قبل أيام، وها هي الآن تظهر لأول مرة أمام كاميرا برنامجنا. Bak göbeğimi çekme. Tamam. Hayata küstürürüm seni. Göbek var. Onu çekmeyeceksin şu kadar. لقد تخلصت الفنانة ياشيم سالكم من الوزن الزائد بعد الولادة بسرعة كبيرة، ولكنها ما زالت قلقة بشأن منطقة البطن، وهي تريد أن تبشر السيدات الممتلئات ببشرى سارة. Dünyada da şu anda biliyorsun moda. Etli butlu toplu kadın haberleri olsun. Gerçekten dünyada artık ona gitmeye başlıyor. نترك الآن موضوع السمنة والوزن الزائد ونعود لنسألها عن ابنتها الصغيرة أدا. يا سيدة ياشيم، كيف حال ابنتك أدا؟ 2 aylık oldu Ada. Karpuzum diyorum ona. Tombik mi? Maşallah yani hani süt de mi yaradı nedir? Sütüm de yaradı. Mama da alıyor. İştahlı da bir bebek. Babasına benziyor. أدا صحتها جيدة ما شاء الله. ونحن الآن مع فنانة مشهورة تعيش فرحة الأمومة كذلك، حيث أنها حامل أنهى شهرها السادس، وهي المغنية إشن كاراجا. Çok komiyiz. Ya ben bir şey yiyorum beğenmiyor. Bayağı içeride karate kit var diyoruz biz hani. وهكذا علمنا إن الطفلة تعبر عما يعجبها وما لا يعجبها برفس أمها. Geçen gün kayısı yedim bir tane. Böyle hafif ekşiliydi. Ve ağzın sulanır yerken ay falan oldum İngiliz asistanıma. Yedikten 2 dakika sonra kız sağdan başladı çalışmaya. O da sevmedi. Sevmedi yani. هذا يعني إن طفلها نشط وبصحة جيدة. إشن كاراجا حامل في شهرها السادس، ولكن لا يظهر عليها الحمل تقريبا. أعتقد أن وزنها لم يتزايد. Toplam 4,5 kilo aldım şimdi. O hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. إشن كاراجا تعيش الآن أجمل أيام الحمل، ومع قدوم فصل الصيف سوف تحيي العديد من الحفلات بنشاط كبير. Ben şarkı söyledikçe içerideki de çok eğleniyor. Biz böyle anne kız böyle konserden konsere gidiyoruz. بعد أن تمنينا لإشن كاراجا صحة جيدة أثناء فترة الحمل، ننتقل إلى عالم الموسيقى والغناء لنلتقي الفنان الوسيم إمرا ألتو الذي يمثل في مسلسل أنا أتمتع بالحياة على شاشة قناة TRT، وكذلك أصدر ألبوما جديدا لكل محبيه. أصدر إمرا ألتو ألبومه الجديد بعنوان الجرس، وهو اسم لأحد الأغاني الموجودة في الألبوم، وقد لحن أغاني هذا الألبوم الفنان سونار ساري كاباداي أشهر ملحني الأغاني هذه الأيام. Soner'in zaten çok güzel bir lafı vardır. Abi sen şu şarkıyı seveceksin önce. Sen aşık olacaksın ki millet aşık olsun. Oldunuz mu ikinci kez? Ben oldum. Yani ben şarkıyı dinler dinlemez çok sevdim. Bence bunlardan başka bir şey var. هناك أغنية في الألبوم اسمها حبي الوحيد، وهي من كلمات الفنان إمرا ألتو، حيث كتبها لزوجته تشالا شيكيل. لنسأل ماذا قالت تشالا عندما استمعت للأغنية. Mutlu oldu, çok sevdi. Zaten şarkıyı da çok sevdi. Yani şarkı çok sıcak bir şarkı. Tek aşkı kalbimin sen misin?